للباحثين عن كرة. هذه كرة الإبداع للحارسين على انتماء. هذه ليلة الألوان، لون أبيض اسمه مدريد، صفته مجد وكنيته تاريخ، أصله نادي القرن وفروعه أوسمة ونياشين. لاوغرانا بارسا بمقاطعة هائجة دائما كانت ثائرة، ترفض الاستسلام، تبحث عن خلاص من عاصمة متسلطة سياسيا ثقافيا اقتصاديا وكرويا. نادي برشلونة ولد 1899 ليقول لا وليكون شوكة في حلق أولاد العاصمة، والريال أوجدوه في 1902 ليذكر الجميع بإسبانيا الواحدة المتحدة رمزها مدريد، ولا صوت يعلو فوق الصوت ريالها. فيا وبنزيما لقاء من كان على انتماء. هذه ليلة مدريد، صفه نادي القرن وفروعه أوسمة ونياشين. بعيدا اسينسيو ياتي بالحل، اسينسيو ياتي بالحلول، تتعادل يا كرة القاضية. ممكن اسينسيو الهربة، ماركو اسينسيو، ماركو اسينسيو، ماركو اسينسيو الحارس. لا تهدر يا برشلونة، كرة طرد خطيرة، المطالبة والضغط لضربة الجزاء، والحكم كان قريب يكون العاب. كرة من منفيس، مش ممكن على باك من الجانبين. الريال يغلق القاضي الان. منفيس دفاع يتصدى مرة أولى، خارجة مرة أخرى بدون خطأ. خطيرة من ديس، خطيرة، والحارس برشلونة القناص الأرجنتيني يخطر. يحاول ديباي عرضية هذه خطيرة، وكرة خطيرة، وبنزيما يمشي بالعصا، ديس يصلحها، ديس يمشي عدي، حتى الكرة حلوة. بنزيما مندي بنزيما كيما واو. الكرة الهربة ملعوبة ترجع عن طريق عرضية، مش ممكن، خطيرة للثاني، خطأ فادح، وفرانك ديونج يغلق، وكرة خطيرة. البرازيلي يقطع مشروع البارسا للريال للثالث. يرجع كوتينيو فيليب من جديد عن طريق فينيسيوس جونيور. صار مندي على اليسار، يلعب كرة حلوة برشا، كرة ممتازة، هرب بها، يعاود للخدمة. توني كروس، كريم بنزيما، خطيرة للريال. بعد الكرة ترجع الكرة الهجوم المعاكس عن طريق توني كروس، لوكاس فاسكيز. بعد الكرة بالراس، الكرة الثابتة مسبوقة بخطأ. الريال لم يخسر من 24. كرة تمشي حلوة برشا، خشينة برشا، عالمية، خلصها، مش ممكن. ريال فيلد ملعوبة خطيرة، الريال كمل رابح، خطيرة، والتسديد. بارسا ريال ترجع بالراس، انتي شاط الكرة، مريد 23 هدف في القاضية. هل تخرج انتس؟ منفيس ديباي برازيلي بلمسات ايام ليفربول والقلب والدم. يلعب الكرة خطيرة، انسو فاتي حلوة، منفيس ديباي، هذه هي خطيرة. يا كامب نو الكرة نفس المشكل، لكن الكرة قادر هجوميا يوسف. ترجع الكرة الى تماس، شوت، ولكن حلوة عرضية، فن مش مرتشوتة، ما عادش يشوتوا في الكرة الأوروبية، ما عادش فكوها مشوا المرتشوت. التوزيع والدفاع يخرج ممكن، وكان دائما عنيد، خطيرة، والحارس تنزل يلعب بتوازن الى فينيسيوس. اعطي الكرة لفينيسيوس وجونيور يتصرف. اعطوا كورتوا يشترك في الكونتر اتاك، تيبو يشترك في المرتدة، تيبو يمشي كرة فينيسيوس، خطيرة. بنزيما ملعوبة عرضية صعبة للريال، اركنها يا جارثيا، لا ترجع الكرة والضرب ويغلق في التشكيل. ترجع الكرة اوسكار مينجيتا، اوسكار حلوة، لن يسكت ولن يصمد. مومان الشوت، كومان يخطف الكاستير لن يكون اقوى من نيمار، والعرضية ومن غير عادي، رهيب يا فينيسيوس. لذلك نقول الريال يتقدم في الكامب. رودريجو يوصلها اليسار عن طريق دافيد ألابا، كرة من دافيد ألابا، جول كاجولاتو ديل ميرينجي، جول ريال مدريد 1-0. دافيد 1-0. المرتدة تلعب، يعاني مسكين، والكرة على اليسار.
يسار تلعب الكنترول يا منفيس، ضغط على ديباي، ترجع للريال وممتاز انت جافي ودي في طريق فرانك ديونغ، التسديد خطيره جدا، كره منفيس تلعب الكره جافي ودي في تسلل، يهرب كره كريم بنزيما ممتازه ولكن من الزاويه مستحيله. مشات الان سوفاتي، مش ممكن هذه ما تضيعش منفيس. هذه الطريقه الجديده الحقيقه تلعب بالاعصاب. الان الجمهور المدريدي على اخر صافره، اوفسايد تسلل واضح، تسلل بوفضوح اللي عودها له مش ممكن. سنين جيل الكبار يربح الريال 4 ماتشات ورا بعض، ربي وعداه هبلو يمشي بالكره خطيره وفي جوردي وكره في خطا، التفوق في الوسط ب 75 امتصاص، هنا فرصه وكره قدست الامريكي خسر كره من توني كروس بالراس، هنا فرصة من جهة اوسكار فينيسيوس والجول، فينيسيوس جونيور الكرة في الكورنر وباليسار باسي جونيور يعديه ممتاز، وكانت امام جار الريال ساوي دافيد ألابا، بعد الكرة في التماس وبذكريات الحرار الهجومي كرة الكتالوني الريون الدلوث امام البايرن ميونخ على شختار دونيسك عن البراو جرانا، اخر عرق الهجومي كرة الكتالوني على انه خير في الكامب نو، انشيلوتي يكسب عرضية وهدف من الكون اجويرو، إثارة الثواني الأخيرة، سيناريو الموسم الماضي في استاد ستيفانو يتكثين في 36 ماتش أخير في الكامب. العاصمة ينتصر المرة الرابعة التوالية في التاريخ. على استاد الملك فهد الدولي تنطلق المواجهة المرتقبة والنارية بين كلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 15 من يناير الحالي، في مباراة هي الأقوى في تاريخ مواجهات الريال والبارسا، وهي تحدد مصير بطولة كأس السوبر الإسباني 2023. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء بتوقيت الإمارات. واستضافة المملكة العربية السعودية هذه المباراة تشير إلى المكانة الكبرى التي أصبحت تتحلى بها البلاد على المستوى الرياضي، فاستضافة حدث من هذا النوع وهو كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة أمر لا يحدث كثيرا خارج إسبانيا، وقد كانت السعودية مسرحا لمواجهتين في عامين بين قطبي إسبانيا. وقد وصل ريال مدريد إلى النهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح، وهي نفس الطريقة التي أقصى بها برشلونة ريال بيتس في طريقه إلى النهائي. ويعيش برشلونة فترة جيدة على صعيد المحل، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط كاملة عن ريال مدريد. لكن تواجه برشلونة ومدربه تشافي انتقادات عديدة حول الطريقة التي يواجه بها خصومه في المباريات، ويفشل برشلونة في السيطرة على المباريات في الدقائق الأخيرة دائما وتصعب المهمة عليه. ويواجه أيضا ريال مدريد انتقادات على مستوى البطولة المحلية بعد التعثر في أكثر من مناسبة وفقدان الصدارة لمصلحة برشلونة. وأمام فالنسيا لم يظهر الريال بأفضل شكل ووصل إلى ركلات الترجيح بصعوبة قبل أن يفوز بالحظ كما هو معتاد في هذه الركلات دائما. كما يملك ريال مدريد أكثر من إصابة مؤثرة في خطوطه، قد يعود من بينها بعض اللاعبين وأبرزهم إدواردو كامافينجا الذي تعرض لإصابة بسيطة في مباراة نصف النهائي أمام فالنسيا، وكذلك ميليتاو الذي قد يلحق بالمباراة رغم إصابته. وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني 2023 المواجهة رقم 16 بين الفريقين في هذه البطولة. وفاز ريال مدريد في المواجهات 15 السابقة في 9 مناسبات، بينما فاز برشلونة في 4 وتعادل في مباراتين.
وعلى مستوى المباريات النهائية فقد التقيا من قبل في 7 مناسبات، فاز ريال مدريد في 6 وفاز برشلونة في مباراة واحدة. التشكيل المتوقع: من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل الآتي: وفي المقابل يأتي تشكيل برشلونة كالآتي: شكرا لحضراتكم ومنتظرين توقعاتكم عن نتيجة المباراة.